مرحبا واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اذا كنتوا اول مرة عم بتشوفوني بالقناة يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لتوصلكم كل الاشعارات. كل عام وانتم بالف خير يا رب جميعا. بالنسبة لوصفتنا لليوم رح نحضر مع بعض البرازق الشامية على اصولها بطريقة مزبوطة 100% وبمقادير ومكونات متوفرة بكل بيت، ومثل ما شايفين المنظر كيف طالع بشهي القلب. تابعوا الفيديو للاخير لتعرفوا كيف حضرنا هاي الوصفة. بالنسبة للمقادير رح نحتاج نص كيلو من السمنة، ورح نحتاج كمان 400 جرام عفوا 210 ملي من المي. لكل كيلو طحين بياخد نص كيلو سمنة و210 ملي من المي. عندي هون كيلو طحين، أنا استخدمت هاي النوعية. بالمرحلة الأولى رح أحط الطحين والسمنة مع بعض ورح بلش أفركهم كتير منيح. طبعا بالنسبة لهاي الوصفة كتير ضروري نلتزم بعيارات الميزان. فينا نستخدم الكاسات أو نستخدم الوزن الأفضل بكتير. وبالنسبة لعيار المي أكيد أنا خربطت بالبداية وقلت حكيت إنه 400 ملي، بس لا، هو 220 ملي مي بالضبط لكل كيلو من الطحين. هلا هيك عم نعجنون. طبعا هاي الوصفة كتير بتاخد عجن. اذا كان عندكم العجانة الكهربائية فيكم تستخدموها، اذا ما عندكم فيكم تستخدموا ايدكم. مثل ما شايفين هيك عجنتها صارت عندي جاهزة. هلا رح اتركها بالبراد ترتاح لمدة ربع ساعة. بهذا الوقت رح احضر السوائل. عندي هون السكر 400 جرام من السكر ومقدار المي كمان حطيتهم، وعندي هون 3 معالق كبار من القطر السميك. هلا هيك رح بلش خلطهم لحتى يدوب عندي شوي السكر. بهذا الوقت بتكون جهزت عندي العجينة. بطلع من البراد بحاول اني افكفكها شوي. وهلأ هيك بعد ما فكفكت العجينة رح نزل عليها السوائل. بنحرك كتير منيح وننزل المي والسكر مع بعض. بالنسبة لهاي الوصفة ما بتحتاج اي مطيبات ولا بتحتاج فانيليا. هاي هي المكونات يلي بنحتاجها للبرازق. اهم شي السمنة اللي تكون انه اصلية، هي اللي بتجيب النكهة الاصلية للحلويات. هلا بعد ما حطيت المي على على الطحين، هلا رح بلش كتير اعجنه كتير منيح. يعني هاي الوصفة عكس وصفات الحلويات تتحمل عجن، ما في اي مشكلة، ما رح تخرب معنا. لحتى تشرب كل السوائل رح ضل اعجنه. هلا هيك مثل ما شايفين العجينة بلشت تسمك عندي والقوام صار تقيل. طبعا رح نتركها ترتاح لمدة كمان نص ساعة للساعة، وبعدين بنبلش نشتغل فيها. وهلا لوقت ما ترتاح عندي العجينة رح جهز السمسم. عندي هون نص كيلو من السمسم. حسب ما انا عملت البرازة او حسب خبرتي، كل كيلو من الطحين بيحتاج معنا نص كيلو من السمسم. بيكون عيار نظامي 100%. هلا هون رح رش ظرف فانيليا بيعطي نكهة كتير طيبة. ورح نحط قطر تقيل تقريبا كاسة صغيرة من القطر لحتى نجهز سمسم ونبلش نفركه. طبعا هاي المرحلة كتير أساسية بتحضير البرازق. بالنسبة لفرك السمسم رح نضل نفركه لحتى تطلع ريحته ولحتى يصير يلزق على ايدنا بشكل سهل. بهاي الطريقة مثل ما شايفين رح نفركه كتير منيح لحتى تبلش تطلع ريحته ويصير عنا كله متغلف بالقطر.
وهلا بعد ما خلصت فرك رح افكه بربع كاسة مي. مثل ما شايفين حطيت شوية مي فكيت فيها القطر، وهلا رح بلش افرده، وهيك بكون صار جاهز عندي. مثل ما شايفين هيك بدأ يلتصق بالكف. بس وصلنا لهي المرحلة خلاص بنوقف فرك. هيك بتختبروا السمسم اذا كان رح يزبط معنا ولا لا. وهلا بعد ما جهزت عندي كل المكونات هلا رح نبلش بتشكيل البرازة. بالنسبة للبرازة تشكيلها كتير سهل، بس رح ننتبه للتقطيع انه تكون قطع متساوية، قطع صغيرة ما تكون سميكة كتير. موضوع انه يطلع القرص ناعم وصغير بيعطي جمالية اكتر. هلا رح احاول اقطعهم بهذا الشكل بشكل متساوي. بعد ما قطعتهم رح ادعبلهم كلهم لحتى يصيروا عندي كرات بهذا الشكل. وبعد ما خلصنا مرحلة التقطيع نبلش بمرحلة التشكيل. طبعا هون عندي فستق حلبي، طبعا هذا شيء اختياري اذا كان متوفر عندكم، بيعطيه كمان طعم وشكل كتير طيب. بالجنب بنحط فستق، وبالجانب التاني بنحطها بصينية السمسم اللي جهزناها لحتى نبلش بتشكيلها. مثل ما شايفين بهذا الشكل بنحطهم. طبعا ما رح نشتغلهم وحدة وحدة، رح نشتغل كذا وحدة مع بعض. وبعد ما نحطهم بالسمسم نبلش نضغط عليهم بهذا الشكل. وهون بتبين معنا سماكة القرص كيف رح يطلع. مثل ما شايفين بهذا الشكل بيطلع عنا. اذا حبيتوا يطلع معكم ارفع من هيك فيكم تضلوا عم تكبسوا عليه لحتى يطلع ما هو سميك ابدا. طبعا فينا نستخدم اصبعتين لحتى يطلع معنا اول كبسة وتاني كبسة بناخد الشكل المناسب. وهون عم صفن على صينية الفرن. طبعا ما دهنت شي، ما بيحتاج ابدا لانه هو فيه سمنة كتير، لهيك ما رح يلتصق. ومنكمل تشكيلهم بنفس الطريقة. طبعا بالنسبة للحجم فيكم انتوا تختاروا الحجم اللي انتوا بتحبوه، فيكم تكبروا فيكم تصغروا على راحتكم، بس الصغير شكله بيبقى احلى. طبعا هيك بهاي الطريقة بيطلع عنا القرص نظامي 100% وبنفس الحجم. وهلأ هيك جهزت عندي اول صينية. مثل ما شايفين بسرعة كتير كبيرة عملنا اول صينية، ما بياخد وقت ابدا بالشغل، بس كتير رح تنتبهوا على تشكيله وعلى عيارات السمنة عيارات المي. هذا الشي اللي هو سر من اسرار نجاحه. مثل ما شايفين عملت هاي الكمية كلها، ما اخدت معي تقريبا نص ساعة من الشغل. وهلأ رح بلش اخبزهم على نار متوسطة، حرارة 180 درجة، نار من فوق ومن تحت. بنحطهم على الشبك بالنص، ما بنتركهم لفوق ولا بنتركهم لتحت، مع المراقبة طبعا. وهلأ بعد ما جهزت عندي الكمية كلها مثل ما شايفين حطيتها بهاي الحافظة. فيكن تحطوها بأي حافظة انتو بتحبوها، او فيكن تحطوها بصفة الحلويات اذا كان موجود عندكم. ومثل ما شايفين كيف طالعة بتشهي القلب عن جد. والقرشة والطعم كتير كتير عن جد وصفة كتير ناجحة 100%. واسمعوا صوت القرشة كيف.
مثل ما شايفين الكمية اللي طلعت عندي من كيلو طحين، يعني ما شاء الله كمية كتير كبيرة، ممكن تكفي كصنف من أنواع الحلويات بالعيد. فيكم تقدموه مع أنواع تانية اللي بناسبكم، بس هاي الوصفة من أنجح الوصفات للبرازق. يا ريت تجربوها وتعطوني رأيكم. مثل ما شايفين اللون كيف طالع. طبعا كتير رح ننتبه لموضوع شوي البرازق لأنه ما بتاخد وقت معنا أبدا، 10 دقايق مو أكتر. بنحطها بالفرن بنراقبها كتير منيح لحتى ناخد هذا اللون. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هاي الوصفة واستفدتوا منها. بشوفكم فيديوهات جديدة ووصفات جديدة، وأهلا وسهلا بالجميع. يا ريت تدعموني بالاشتراك وتضغطوا على زر اللايك لتوصلكم كل الإشعارات، وأهلا وسهلا فيكم. بشوفكم بوصفات جديدة. سلام.